تحتفل بلادنا هذا العام وللمرة الأولى في تاريخها الممتد بعيد النيروز في 11 من آذار إلى جانب عيد الأم، ليصبح عيداً وطنياً ورمزاً يعبر عن احترامنا العميق لكل مكونات الشعب السوري. النوروز، عيد النوروز بين الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووزير خارجية السوري المؤقت أسعد الشيباني. الأول أصدر بيان بمناسبة أعياد الثورة، الفصح وعيد النوروز من 18 ل 23 الشهر عطلة رسمية، والثاني أسعد الشيباني عيد النوروز 11 مارس آذار. يا هل ترى ما في اتفاق بيناتهم أو ما في تواصل بيناتهم، أو هناك خربطة ما هنا وهناك، أم هناك تشويه وتشويش لتاريخ النوروز 21 مارس عيد قومي للشعب الكردي وجميع الشعوب الآرية؟ ما الهدف من هذه الخربطة بين 21 وبين 11 مارس؟ وهل هي ثقيلة على المعدة لإظهارها ولو لمرة واحدة بشكل واضح وصريح إن 21 آذار مارس في كل عام عطلة رسمية بمناسبة عيد القومي للشعب الكردي والشعوب الآرية؟